ايه اللي ممكن يحصل لما تطبع ايصال من مكنه الاي تي ام وتسيبه في سله المهملات اللي جنبها؟ وعشان تعرف الحدوته، فنجان القهوه التمام، ويلا نعرف الحدوته سوا. طبعا معظمنا عارفين ان في جنب كل مكنه اي تي ام سله مهملات. حضرتك لما تيجي تعمل عمليه ايداع او سحب من مكنه الاي تي ام بتطلب ايصال، بتبص على العمليه تمت او لا، وتطبق الايصال وتكرمشه وترميه في باسكت اللي جنب المكنه. لحد هنا موضوع طبيعي. في ناس بتخش على المكنه وتلم الايصالات اللي جوه سله المهملات، ومن هنا بتبتدي الكارثه. الايصال اللي حضرتك رميته ده مكتوب فيه اخر 4 ارقام من الكارت الخاص بيك. الناس دي بتلم الايصالات عشان تبدا عمليه نصب متقنه وتخدع اجدع جدع. يروح الشخص اللي معاه الايصالات دي يبتدي يتصل ويبتدي رحله النصب اللي معظمنا واغلبيتنا عارفينها، ويبتدي يقول لك ان الحساب هيتوقف، ويبتدي يقول لك اديني البيانات، رقم سري، ارقام الكارت، عشان اعالج لك الموضوع ده. وعشان ياكد لك المعلومه او يخليك تقتنع ان هو من البنك بيقول لك اول 4 ارقام اللي هم ثابتين في كل كارت، وبالتالي يقول لك اخر 4 ارقام اللي خدهم من على الايصال اللي انت رميته. تروح حضرتك بكل سذاجه تصدقه لانه اداك اماره، اول 4 ارقام الثابتين في كل كارت سواء فيزا او ماستر كارد، ويديك اخر 4 ارقام اللي هو خدهم من الباسكت، وتبتدي تديله كل البيانات. وهنا بتتم عمليه نصب كامله بنجاح. يا اما يسحب الفلوس اللي في الحساب، يا اما ياخد رقم الكارت والبن، الرقم السري، ويبتدي يتعامل عن طريق الانترنت ويشتري مشتريات بفلوسك. بلاش تطلب ايصال مطبوع من مكنه الاي تي ام طالما البنك بيبعت لك رسائل على موبايلك هتعرف منها كل بياناتك وكل حساباتك، الارصده والسحب والايداع بالتوقيت والساعه والثانيه. ما تعرضش نفسك للسرقه ولا تضيع فلوسك ببلاش. وخلينا متاكدين من حاجه مهمه جدا، البنوك ما بتكلمش العملاء على موبايلاتهم الشخصيه، وحتى لو اتصلوا فهم بيتصلوا من رقم البنك المختصر اللي انت عارفه. مفيش موظف في بنك حتى لو البنك المركزي مصرح ليه انه يكلم عميل من موبايله الشخصي. في النهايه حاول تخلي فيه سريه لحساباتك الخاصه، وما تطبعش الايصال وترميه في الباسكت طالما بتجيلك رساله على موبايلك. كنت معاكم رفيق عادل في اصل الحدوته، واستنونا في حواديت جايه كتير. اشوفكم على خير.